زي ما احنا شايفين اهي. نبدأ نحط المكرونة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص ما عجنتش ازاي، علشان عملناها في الميه نص سوا بس، وتكمل بقيه السوا هنا في التسبيكه بتاعتها 5 دقايق ونقفل عليها. بس يا عروسه عمالة مسقعه. قلينا الاول البطاطس وبعد كده قلينا الباذنجان، دلوقتي بنقلي الفلفل اهوت، وبعد كده كل ده هيتحط لبعضه في التسبيكه. ادي المكرونه بتاعتنا استوت اهيت. بصي بالمنظر ده كده اهيت، ولا عجنت ولا جرالها حاجه خالص. نبدا نقفل عليها. بص بقى يا عروسه هنعمل مسقعه دلوقتي. زي ما انت شايفه خلصنا قلي الحاجه اهي ماشي. حطينا الصينيه على النار، حطينا فيها الزيت بتاعنا. ديت بنعمل لها تومه، بندقها كده زي ما انت شايفه ونحطها في الزيت. دي طريقه عمل المسقعه زي ما انت شايفه، بتحمر في الزيت زي ما انت شايفه كده. هنحط عليها معلقتين طماطم زي ما احنا بنعمل. المنظر ده كده اهو. هنبدأ نحط عليها الطماطم كلها زي ما انت شايفه. نبدأ نحط البهارات بتاعتنا. ده الكمون اهو، الفلفل الاسود، وده الملح بتاعنا. هنهدي عليها النار ونسيبها لما تتسبك، وبعد كده نحط عليها الحاجات اللي احنا قليناها كلها، بطاطس والفلفل والباذنجان. هي عروسه اتسبكت زي ما انت شايفه اهي. نبدأ نحط عليها الحاجات بتاعتنا اهي اللي احنا قليناها. هنسيبها دقيقتين فوق، وبعد كده ادخلها الفرن 5 دقايق. اهي بتبقى بالمنظر ده كده اهي. 5 دقايق كده ودخلها الفرن. المسقعه بتاعتنا خلصت اهي يا بنات. طلعناها من الفرن بالمنظر ده كده ناشفه اهي زي ما انت شايفه كده. دي مسقعه ساده. المره الجايه هنعمل مسقعه باللحمه المفرومه. انتهت حلقتنا النهارده يا بنات. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير مع اكله جديده ويوم جديد مع مطبخ ام سيد للاكلات الشعبيه. بس قبل ما نبتدي سمعونا بالصلاه على النبي، ودعمونا بلايك، واشوفكم.